تعادل مخيب امام البنك الاهلي وخساره نقطتين في مباراه يتحملها طرب، وتعالى اقول لك ليه. اولا كده وقبل اي حاجه، الجوله اللي فاتت بيراميدز وسيراميكا قدموا لك هما الاثنين كل واحد هديه. بيراميدز اتعادل مع الجونه وسيراميكا خسر من المصري. يعني الناس بتقول لك تعالى يا معلم اكسب وقرب مننا في النقاط عشان انت اللي تركب الدوري بعد كده. بس احنا نستغل الكلام ده؟ لا، ما نستغلش الكلام ده، نروح متعثرين امام البنك الاهلي وفاقدين نقطتين عشان بيراميدز لو كسب النهارده وسيراميكا كسب يرجع فرق النقط زي ما هو. وكمان خد دي كمان، الزمالك لو كسب المباراة بتاعت النهارده امام كهرباء الاسماعيلية الزمالك هيتفوق عليك في النقط. انت متخيل الزمالك مع كمية المشاكل اللي عنده وكمية الايقافات وان هو مش قادر يجيب لعيبة وكل الكلام اللي عنده، عمال اصلا يمشي لعيبة عشان خاطر يحل ازمة القيد ويحل ازمة الفلوس وكل الكلام اللي عند الزمالك ده. والزمالك لو كسب النهارده كهرباء الاسماعيلية هيبقى في المركز الثالث وانت هتكون في المركز الرابع. وخد دي كمان، انت من اضعف الفرق اللي عندها دفاع في الدوري. انت بتتكلم مثلا ان البنك الاهلي بعد المباراه بتاعت امبارح هو دخل مرماه 8 اهداف بس، في حين ان انت في 14 مباراه في بطوله الدوري داخل مرماك 16 هدف. انت متخيل الاهلي يدخل مرماه 16 هدف في 14 مباراه بس؟ يعني انت كل مباراه بيدخل فيك هدف وكسر. يعني انا مش فاهم بصراحه، الاهلي مستواه مش مكمل عند دلوقتي. يمكن الراجل شكرنا فيه كتير الفتره اللي فاتت وقلنا ان هو مدرب كويس ومدرب عنده وعنده وعنده. بس بصراحة الراجل بقاله ماتشين تلاتة كده عمال يخترع كلام ويخترع حاجات مش موجودة أصلا في المنطق، وعمال يقتنع بلعيبة وعمال ما يقتنعش بلعيبة وعمال يفضل لعيبة عن لعيبة، وكلام عمال يحصل مش منطقي خالص من يستر مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. وبصراحة وخليني أكون صريح معاك، المدرب اللي يقتنع بواحد زي كوكا إن هو يلعب باك ليفت، وواحد زي أحمد عيد إن هو يلعب باك رايت، وواحد زي بيكهام إن هو يلعب مساك، ويشرك الشناوي مع كمية الأخطاء اللي عنده دي، فمعلش المدرب ده لأ، لازم نعمل ستوب هنا يا معلم، ولازم نشوف بقى الراجل ده ماله ونشوف الراجل ده نقعد معاه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان الوضع ده كده مش هينفع. على الناحيه التانيه طبعا الراجل اصلا مش مقتنع ببالعمري اللي هي الصفقه اصلا الاجنبيه اللي انت لسه جايبها عشان اصلا تحل مشكله الباك ليفت اللي عندك. وعندك كريم فؤاد، الراجل برضه راجع من الاصابه بقاله فتره كبيره وبرضه الراجل مش مقتنع بيه، مع ان كريم فؤاد ده ممكن يحل لك ازمات كتير جدا في الفرقه. الراجل بيلعب باك شمال، بيلعب باك يمين، بيلعب وينج، فالراجل بيحل لك مشاكل كتير وبيلعب في كذا مركز. يعني اللعيب لعيب جوكر معاك في الفرقه، انت برضو مش قادر تستفيد منه، وكل مباراه مطلعه بره القايمه، واليوم اللي انت دخلته في القايمه بتاعه المباراه حتى ما اشركتوش ولا دقيقه. يعني انا عايزك تقول لي كده بذمتك، يعني انت كريم فؤاد لو لعب هيقدم ايه اسوأ من اللي احمد عيد قدمه؟ يعني دي صفقه جديده لسه النادي الاهلي جايبها، احمد عيد جايبها مجانا في صفقه تبادليه مع احمد العيش، ولكن هل كريم فؤاد لو شارك مع النادي الاهلي هيقدم مستوى اسوأ من اللي احمد عيد قدمه في مباراه البنك الاهلي؟ ده سؤال عايزك تساله لنفسك. في حين ان الراجل عامل لي مداوره في مركز حراسه المرمى، مره يشرك الشناوي ومره يشرك شوبير، بس لو لاحظنا هتلاقيه بيشرك شوبير في ماتشات افريقيا وبيشرك الشناوي في مباراه الدوري، والشناوي اخطاء ما بتخلصش. يعني بنشوف الكوره بتاعت امبارح الجون اللي دخل في النادي الاهلي، الراجل برده ما فيش فايده في موضوع ان هو مش بيفرد ايده. انا ما اعرفش الراجل مش بيفرد ايده ليه، ولا يبين لك ان هو اصلا عامل تراي للكرة صح، ولا بيتحرك صح في البوكس بتاعه. فانا مش فاهم بصراحة، الشناوي عنده مشاكل ومستواه متذبذب، والراجل ما بيقدمليش احسن حاجة. فانا شريكه ليه يا عم؟ يا عم شريكه ليه؟ ما انا عندي حارس تاني وحارس بقدم معايا اداء بشكل كويس وعامل ماتشات كبيره جدا معايا. انا معاده دكه ليه وبشركه في ماتشات افريقيا بس ليه؟ ما اشرك الراجل في الدوري وفي افريقيا. هو انا خايف على الشناوي عشان ما يشاركش في كاس العالم فانا لازم العبه يعني؟ انا مالي يا عم يشارك في كاس العالم ولا لا؟ انا الافضل ليا واللي هيفيدني في الملعب واللي هيفيد فرقتي هو اللي يشارك. انا ماليش علاقه بقى في بطوله كاس عالم مفيش بطوله كاس عالم، دي حاجه ما تشغلش دماغي ولا ليا اي علاقه بيها. عندك خطأ كارثي تاني عملوه برضو سواء الجهاز الطبي والجهاز الفني، كله متسبب في الخطأ ده، وهو اشراك زيزو في المباراه بعد طبعا مباراه يانج افريكانز. كله قال لك ان زيزو عنده اجهاد بدني وعنده اجهاد عضلي. طب انت ليه اشركت الراجل في المباراه وانت عارف ان هو عنده اجهاد؟ طب ما طبيعي ان الراجل هيتصاب منك. يعني انت لما تريحه مباراه مثلا والراجل يبقى معاك في بقيه المباريات الجايه افضل، ولا ان انت تشركه في المباراه دي وفي الاخر اتعادلت في المباراه وخسرت كمان اللاعب بتاعك؟ انا شفت زيزو لما وقع امبارح كان حاطط لزق على الخلفيه اللي هو اتصاب فيها. يعني معنى كده ان الراجل اصلا عنده مشكله في العضله الخلفيه وهو قبل المباراة. فأنت بتشركه ليه يا معلم؟ أنت بتشركه ليه وبتخسر لعيب ليه؟ وأنت أصلا خسران إمام عاشور كده كده، فأنت تخسر زيزو كمان. ومستوى بن رمضان مش أحسن حاجة، ومستوى بن شرقي مش أحسن حاجة، وأنت السبب فيهم برضه. وهقول لك ليه. يعني أنا دلوقتي بن شرقي لما رجع من البطولة العربية والراجل اتأهل وخف من الإصابة وكل الكلام ده،
انا ما بديش بن شرقي ماتشات ليه؟ بقالي بتاع 4 ماتشات والراجل معايا على الدكه. انا ما بديش بن شرقي ليه وبجهز بن شرقي، مع ان بن شرقي ده كان هو افضل لاعب في الاهلي قبل التوقف الدولي. انا مش عارف ارجع بن شرقي واديله ماتشات عشان خاطر لما احتاجه زي كده الاقيه في الملعب، وادي طاهر مكانه. طاهر مين يا جدعان؟ طاهر مين اللي انا مقتنع بيه؟ وكوكا مين واحمد عيد وبيكهام وايه الناس دي؟ انا جايب الصفقات دي ليه؟ معلش يعني انا جايب الجزار ليه وجايب هادي رياض ليه لما انا هقعدهم دكه وهلاعب عليهم بيكهام؟ فالموضوع مش طبيعي بصراحه. يعني انا دلوقتي عندي عدم جاهزيه لبن شرقي، عندي عدم جاهزيه لبن رمضان، مش عارف اجهز الاثنين، وبقول ان بالعمري مش جاهز كمان. يعني عندي 3 محترفين مش جاهزين، وديانج عنده اجهاد كمان، عشان كده كان ميعاده على الدكه وعمل عمليه تدوير عشان يحافظ على اللعيبه وعشان عندك ضغط مباريات كبير. وانا قلت لك ان احنا محتاجين كل اللعيبه في الفتره الجايه، لان انت عندك ضغط مباريات مش طبيعي. فانت ما تجهزش لعيبتك وعندك اللعيبه مش جاهزه، اللعيبه اللي هي المفروض اصلا تكون اساسيه في الفرقه مش جاهزه، وتقول لي اعمل عمليه تدوير. ما انت طبيعي هتفقد نقط، ما انت طبيعي هتفقد نقط. وبعدين الماتش ده بالنسبه لنا اهم من ماتش الشبيبه. انت عندك مباراتين في دوري ابطال افريقيا هما اللي باقيين في دور المجموعات، لو كسبت واحده منهم او اتعادلت انت خلاص ضمنت الصعود 100%. اخد الريسك ليه في مباراه في الدوري واضيع نقط، في حين ان بيراميدز وسيراميكا اصلا كده كده متفوقين عليا في النقط في بطوله الدوري، والناس قدمت لي هديه المباراه في الجوله اللي فاتت وانا ما قدرتش ان انا احافظ عليها وما قدرتش ان انا استغلها. الاهلي معروف عنه ان الفرقه لما تكون راكبه وتضيع نقط في المباريات الاهلي بيستغلها احسن استغلال، وبيقدر ان هو يكسب المباريات بتاعته ويقدر ان هو يركب الدوري ما بينزلش. احنا المره دي بقى عملنا العكس، هم بيفقدوا نقط احنا نفقد نقط، وهنمشي كده. ما هو الوضع ده لازم يتشاف له حل. انا لازم ارجع بن شرقي لمستواه، لازم ارجع بن رمضان لمستواه، لان اللعيبه دي انا محتاجها جدا. لان انا مش ينفع يبقى عندي لعيب اجنبي ومش موجود معايا في التشكيله الاساسيه، وعندي لعيب تالت اجنبي مش موجود معايا اصلا في القائمه بتاعه المباريات. وما انا جايب الاجانب دي ليه وبديها بالدولار ليه؟ فخلاص بقى طالما الراجل، يعني الراجل امبارح قال لك انا مقتنع بكوكا. الصاحب بيساله بيقول له انت ليه بتشارك كوكا مع ان انت ما عندك محمد شكري وعندك بالعمري؟ الراجل يقول لك اصل الراجل ده انا مقتنع بيه وهو اللي بيأدي لي الطلبات اللي انا بطلبها في المركز ده او الحاجات اللي انا محتاجها في المركز ده. طب احنا جبنا بالعمري ليه؟ ما خلاص بقى، ما كناش جبنا الراجل وكنا وفرنا مكان اجنبي، كنا جبنا واحد في نص الملعب، جبنا واحد مساك، جبنا واحد مهاجم تاني، ولا عملنا ايه؟ سيبنا جراديشار مثلا وما جبناش الراجل اللي هو بالعمري ده. كنا سيبنا جراديشار مع كامويش اللي يجي. ومش عايزين حد يا جدعان، مش عايز حد يحكم على الراجل عشان كورة قلشها. ما طبيعي أي لعيب ممكن يقلش، إيه المشكلة يعني؟ ميسي بيقلش، رونالدو بيقلش، فأنت مش تحكم لي على اللعيب من أول لمسة. وبعدين الراجل أصلا بقاله فترة ما بيشاركش، يعني الدوري بتاعهم هناك خلصان تقريبا في الدوري اللي كان بيلعب فيه، والراجل أصلا ما بيشاركش. فطبيعي إن هو يبقى مستواه أصلا مش أحسن حاجة أول ما يجيلك. طب الراجل ده مش جاهز ليه؟ يعني الراجل كمويش ده مش جاهز ليه؟ طالما بالعمري مش جاهز، طب ما ده مش كان بيشارك وده مش كان بيشارك. فالموضوع والله الموضوع مش طبيعي، والواحد دمه محروق بصراحة بسبب التعادل ده، وكمان كنت خسران. يعني أنا عايزك بس تتخيل إن مفيش ولا واحد في فرقة النادي الأهلي، أو مفيش ولا جملة بتتعمل، مفيش ولا تكتيك معمول في الملعب. والوحيد اللي بيحاول محاولات فردية على المرمى كان تريزيجيه امبارح. اتفرج على الملخص بتاع الماتش هتلاقي تريزيجيه بس اللي كان بيحاول على المرمى على البنك الأهلي. مفيش ولا محاولة تانية على البنك غير من تريزيجيه. الراجل مسدد معرفش 7 تسديدات تقريبا او 10، 3 اون تارجت، ومعرفش كام واحدة خبطة في المدافعين وكام واحدة بره. فالوحيد اللي كان بيحاول على المرمى اصلا هو تريزيجيه بس. تورب لازم يعيد حساباته في الموضوع ده، لازم يعيد حساباته في موضوع التشكيل، لازم يعيد حساباته في موضوع الاقتناع باللعيبة. مش هينفع موضوع العين مع اللعيبة ده بالذات، لان انت يبقى عندك لعيبة كويسة وتروح تشرك اصلا لعيبة مش كويسة ومفيش حد مقتنع بيها غيرك. فالموضوع مش طبيعي. يعني انا مش فاهم والله، الواحد مش فاهم، والواحد هيتجنن من المنظر اللي الواحد شافه امبارح. انت بتتكلم طول الشوط الاول انت ما عملتش اي حاجه، في حين ان انت اصلا بيكهام مطلع لك كرة من على خط المرمى. يعني انت كنت ممكن تطلع اصلا خسران 2-0، مش كنت هتعرف ترجع بالمنظر بتاعك ده. هي كرة فرديه تريزيجيه عملها، قدر ان هو يسجل منها. وبعدين انت يا معلم لما انت شفت ان التشكيل في حاجه غلط وفي مشكله، انت ما غيرتش من بدري ليه؟ قاعد لعند الدقيقه 60 ليه عشان تغير؟ ولا الدقيقة 63؟ ما انت لما غيرت ونزلت مهاجم تاني
ونزلت لعيبه تانية، ونزلت ديانج، طلعت مروان وما اعرفش ايه، وطلعت ولعبت بثلاثه ورا، وطلعت كوكا ده بره اللي هو اصلا ما يعرفش اي حاجه عن الكوره، هو واحمد عيد. قسما بالله الكوره دي ارزاق يا جدعان، اقسم بالله الكوره دي ارزاق. واللعيبه اللي بتلعب في بطوله الدوري المصري دي لعيبه محظوظه، لان انا مقتنع ان الكوره دي حظ وارزاق. لان في لعيبه اجمد من كده مليون مره في مصر، وما بتاخدش فرصه وما بتلعبش في انديه. انت متخيل؟ عشان في الاخر نشوف واحد زي احمد عيد بيلعب في النادي الاهلي، وواحد زي كوكا بيلعب في النادي الاهلي، اصلا مش عارفين اساسيات كرة القدم ايه. فيعني يلا، هي ارزاق وهي نصيب. مش هطول عليكم اكتر من كده. يمكن دي كل حاجة كانت في القرف اللي احنا شفناه امبارح. اتمنى ان الطرق بيعيد حساباته تاني في المباريات الجاية، يعني لان انت عندك مباريات مهمة ومباريات صعبة. عندك المباراة الجاية مع شباب القبائل في الجزائر، مباراة هتحسم صعودك بنسبة 100% لو قدرت انت تطلع بنتيجة ايجابية. عندك بعد كده مباريات في الدوري، ما ينفعش ان انت تضيع نقط تاني، ما ينفعش انت تفقد نقط تاني. اتمنى ان طارق يعيد حساباته مره تانية. اتمنى ان هو يجهز كل اللعيبه، وكل اللعيبه تكون جاهزه معاه في الفرقه، عشان خاطر انت عندك ضغط مباريات ومحتاج كل لعيب معاك في الفرقه. ما تقوليش بقى انا مش مقتنع بده ومقتنع بده. ادي الناس فرصه يا عم، يعني اديهم فرصه واحكم عليهم. انما ما تلاعبش الراجل خالص وتقول لي اصل انا مش مقتنع بيه. مش مقتنع بيه بناء على ايه؟ وانت حكمت عليه من التمرين مثلا؟ طب ما انت بتحكم على طاهر ده من التمرين وبينزل يقرفنا في الملعب، مش بيقدم اي حاجه للفرقه ولا بيفيد الفرقه بحاجه، عشان خاطر بس بيقدم لك تمرين كويس. انا مش فاهم بصراحه. يعني دي كانت كل حاجه في الفيديو. لو وصلت معايا لعند هنا ما تنساش تدعمني باشتراك ولايك. اشوفك على خير، السلام عليكم.